السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم وصفه ديال تحليه مميزه لعشاق الكوك. تحليه كتجي غزاله، تقدروا توجدوها للسحور في هذا رمضان الكريم او كذلك كديسير في ايام العاديه. نتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوها حيت فريمون تستحق التجربه. في المقادير غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، نصف كاس من الكوك يكون نوعيه جيده، جوج ديال المعالق كبار من النشا او المايزينا، وكذلك 3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات. الحلاوه كتبقى حسب الذوق ديالكم. وهنا عندي كيس ديال الزهر، تقدروا تستبدلوه بالفاني الا ما عندكمش مع مذاق الزهر. وهنا عندي دانون ديال الفاني، تقدروا تعملوا ديال الكوك. في كاسرول غادي نوضع الحليب ديالي والمكونات كاملين من غير دانون، وغادي نخلطوا كل شيء مع بعضياته. عاد نوضعوها فوق النار تكون مهيله. كنخلطوا هنا العناصر كلها مع بعضياتها مزيان، عاد كيف قلت لكم كنديروها فوق النار والعافيه تكون مهيله، وكنبقاو كنحركوا بشويه بشويه حتى تيعقد لنا الخليط. نحاولوا نردوا بالنا معاه باش ما تحرق ليناش، باش ما يتحرقناش الخليط. هنا الخليط ديالي ها هو عقد، ما عرفتش واش كيبان لكم من كيبدا يدير كيعقد وكيبقى يدير بحال الفقاعات، كنعرفوا بانه صافي راه وجد. غادي نزولوا التحليه ديالنا من فوق النار وغادي نضيفوا عليها داك دانون وغادي نخلطوا مزيان. كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا دانون الكوك اذا كان كيعجبكم مذاق الكوك بزاف، اولا تكتفيوا بالفاني العادي. صافي غادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى يتجانسوا مزيان، وديك الساعات غادي ندوزو للتقديم. هنا جبت كؤوس ديالي اللي غادي نقدم فيهم التحليه، وغادي نخوي فيهم الخليط ديالنا، ونحاولوا اننا نساويو يعني جميع الكؤوس اللي عندنا يكونوا في مستوى واحد، وغادي نخليهم غير في الكوزينه هكذا حتى يبردوا. عاد ندخلوهم للثلاجه وتقدروا تذوقوهم باللي بغيتوا من بعد. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. انا زوقته هنايا بواحد شوكولا صغير هكا اللي كنزوقوا به الكاب كيك. تقدروا انكم تستعملوا الفواكه اولا تخليوه هكا غير عادين. نتمنى انكم تجربوها. ها انتم هنا غادي نوريكم كيفاش كيكون الخليط، كيكون عاقد يعني بحال الشكل ديال المهلبيه، والمذاق ديالها كيكون زوين، وبالخصوص غادي يعجب الناس اللي عندهم مع الكوك بزاف بزاف، غادي تعجبهم هذه التحليه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوا هذه الوصفه وتخليوا لي كومونتير ديالكم زوينين وتشجعوني باش نزيد ندير فيديوهات جداد ان شاء الله ووصفات اخرى. وخليتكم على خير حتى نتلاقاو من جديد في وصفه قادمه باذن الله. السلام عليكم.